أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق كرة القدم. أستاذ أحمد، في البداية أنا سعيد جدا بوجودك معنا، ونشكر تعاونكم الدائم في إدارة نادي الزمالك مع برنامج القاهرة أبو ظبي، وسعيدين بتواجدك معنا اليوم. أستاذ أحمد، نرحب فيك بالتأكيد. خلنا نتكلم على طول في الموضوع. ما الذي أوصل فريق كرة القدم في الزمالك إلى هذا الشكل؟ يعني 3 خسائر متتالية. يعني الأول برحب بحضرتك وبرحب بكابتن حازم وكابتن خالد، ويعني هم عزاز على قلبي الاثنين بصراحة، وحضرتك طبعا. خلينا نخش في الموضوع. طبيعي كرة القدم فيها الفوز والهزيمة والتعادل. مشكلة نادي الزمالك ان هو لما بيفوز بيبتدي العين تكون متركزة معاه اكتر من الهزيمة، وكأنه ملوش يعني حظ دايما ان الناس تسيبه في حاله. يمكن ماتش السوبر اللي حصل في ابو ظبي كان بداية تركيز الناس ازاي النادي بيمر بفترات، واخد 6 بطولات في خلال 3 سنوات. اعتقد ده بيتعب ناس كتير جدا، فالمسألة بتبقى اصعب. انا مش بقول ان انت ما تشتغلش او ان دي بيقفل الموضوع، او يعني بشوف اي حاجة، لكن بيكون اصعب في الشغل، بتحتاج مجهود اصعب، لان زي ما بيقولوا الحبة بتبقى قبة في نادي الزمالك. اذا كنا بنتكلم على ماتش ابو ظبي اللي حصل في ابو ظبي وبطولة السوبر، او بعد كده احداث الجمعية العمومية ومجلس ادارة لاول مرة في التاريخ رئيس النادي بيجمع جمعية عمومية بيجي فيها 20,000 عضو، ودي كانت حاجة غريبة جدا برضو تثير الكثيرين. فاعتقد الكورة صحيح فيها قصور، واضح جدا قصور فني وقصور ليه علاقة بالمنظومة في كرة القدم. اعتقد ده كان باين في اللعيبة، حتى في اوزانهم، في مستواهم في الملعب، وطبيعي. لكن لما نيجي نتكلم على ان دروب حصل بقالنا شهر تقريبا، اعتقد ده كان نتيجة طبيعية، واحنا كزملكاويه متعودين ان بعد اي انتصار بيحصل قلق بعديها، فان شاء الله يكون اللي جاي افضل. حلو.